بين المنتخبين. هكذا نريد هذا الديربي ينطلق بصورة تذكارية، يبدأ وينتهي في كنف الروح الرياضية. مباراة مغاربية أيضا. سلام من ادم شكير تصل الآن عند الناير أيمن يتحول الآن بوغيسان للأمام، ينطلق معاد لا وجود للشيء، ضربة المرمى، سقوط معاد بوغيسان رقم 15. تحول ظهير أيمن من المنتخب المغربي للهجوم في هذا اللقطة، لا وجود للشيء. شوف هذا هكذا يقول حكم المباراة الليبي مبروك محمد. وناحية حكيمي بونو، جيل ذهبي، جيل استثنائي للمغرب ولكرة القدم العربية والافريقية. تسديد من بعيد وكرة تنتهي برا. محاولة خطيرة من شاكير، آدم شاكير كاد أن يفاجئ حماش. آدم شاكير، فكرة ممتازة من شاكير، استلم سدد، سرعة في التفكير من لاعب وسط ميدان الفريق المغربي. شوف لي هذا كرة عالت العارضة بقليل، محاولة من شارب اللاعب كرة للجزائر في انتظار التنفيذ الآن. ترفع كرة باتجاه المرمى عند الحارس بن غسيل اللي موجود في قسنطينة. محاولة مغربية والدفاع موجود. تبقى الكرة منطقة الجزائر، رأسية عند الحارس حماش من الناير اختطف الكرة من المدافع الجزائري. شوف الغلطة هنا اقتناص الكرة من جانب الناير عرضية من الناير، رأسية من خلال وسان بلمسة واحدة كافية للوصول لمرمى الجزائر. رأسية رائعة من جانب صاحب الهدف الوحيد إلى حد الآن. شوف الكرة اللي اخذها الناير تفوق على بالتالي الناير بعرضية بالمقاس ورأسية بلمسة واحدة سجلها وسان. الهدافين على غرار ماراثون الصحراء. من قالوا نقل الكرة من يونس برعلي، عملية هجومية للفريق الجزائري. خطير فريق الجزائري، المطالب بضربة جزاء والليبي يقول لا، ركنية. الحكم الليبي المبروك محمد الواثق من قراره يقول ضربة زاوية للفريق الجزائري. أمامنا الإعادة، هذه الإعادة من جديد. تدخل كان من جانب آدم بوفندر. الجمهور يطالب ضربة جزاء. اللاعب بوغيسان ترسل طويلة الآن في محاولة مغربية، انطلاقة سريعة ممكن ثاني، ولكن تصدي رائع في اللحظة الأخيرة. جزائر المغرب من كرة طويلة من عبد الحميد محالي. هنا حاول انطلاق، حاول المرور، ولكن في اللحظة الأخيرة كرة ثابتة للصالح المغرب منطقة الجزائر والدفاع موجود. تتشتت كرة من جديد، الفريق المغربي يظل في منطقة الجزائر. زكريا والساري سدد الحارس حماش، أوقف كرة خطيرة، كرة عند حماش ولكن في صافرة. منطقة الفريق المغربي. ترجع كرة عند 24 حموني إصابة اللاعب الشاهين الشتاوي. هجمة للفريق المغربي، هذه بينية، كرة خطيرة، زكريا وسان جول، وسان دوبيتا، وسان ثنائية، زكريا في شباك الجزائر، كرة سجلها وسان الهداف القادم بقوة في شمال الكرة الافريقية. زكريا وسان بلمسة واحدة يدون الكرة الثانية في شبكة الجزائر. 2-0. كرة ضربت الدفاع الجزائري. زكريا وسان كان حاضر، كان شاذ، بلمسة واحدة يسجل، لكن في تدخل قوي بداية اللعبة، في تدخل يستمر اللعب. كرة من حموني هنا التمريرة لضربة الدفاع الجزائري. كرة ضربة المدافع الأخير، لمسة واحدة
يسجل هو الثاني، والثاني هو كريم ممر الجديد، هو نصيري، هو بصير، هو الشماخ، هو الهداف الجديد للكرة المغربية. والثاني يسجل ثاني هداف الفريق المغربي بلمسة واحدة يسجل. هل يتدخل الفار من خلال تدخل فيما الفريق المغربي يحاول التمسك بهذه النتيجة؟ كرة منطقة جزاء المغرب. هنتوف يمر، هنتوف الخطير، هنتوف عرضية والتصدي في آخر لحظة. عمل ممتاز قام به العاب من أجل أن يختبر الأسبقية ونال ما أراد بهدف أول عن طريق وزان في الشوط الثاني. جاب الثاني، كرة خطيرة والثالث، الهدف الثالث للفريق المغربي هذه المرة هدف شاكير. كرة قوية من شاكير يأكد التعادل، يأكد الذهاب. انتصار مهم جدا، انتصار يساوي بطاقة المونديال، انتصار يساوي مواصلة المشوار في هذه البطولة. كرة عرضية كيفما جاءت سددها شاكير، غارت بها حماش. 3-0 ثلاثية تؤكد التفوق المغربي في هذا الموعد. كرة قوية، شاكير يسدد بقوة، كرة تغالط الحارس الجزائري وتؤكد أن كل الطرق تؤدي لذهاب منتخب فتيان المغرب للمربع الذهبي.